عايز تشتغل في دبي؟ انا هقول لك ازاي. دبي بقى يا سيدي فيها نظام، النظام ده اسمه بيت سبيس. بيت سبيس يعني انت بتأجر سرير في اوضه. الاوضه دي ساكن معاك ناس فيها انت ما تعرفهمش. الناس دي ممكن يكونوا اي جنسيه، بيشتغلوا شغلانات مختلفه، مفيش حاجه محدده يعني. بس فانت هتدور على بيت سبيس، لان انت علشان تاخد اوضه لوحدك تبقى غاليه جدا. انت عشان تاخد اوضه في شقه ممكن تكلمك في حوالي 3 4000، ممكن توصل ل5، وصعب تلاقيها. دي بتبقى اوضتك فيها حمامك وبس، المطبخ بيبقى مشترك مع بقيه الشقه. او ممكن تاخد شقه استوديو حلاوه تدفع لك 5 7 استوديو بتاعك. لكن انسى بقى، ننسى شويه الدلع بتاع مصر ده، احنا جايين نشتغل وناكل عيش. هتاخد بيت سبيس. بيت سبيس الاوض بيبقى في حسب النظام بقى، في نظام 12 سرير في الاوضه، بيبقى اللي هم بقى الدورين، 6 تحت و6 فوق، يعني 6 سراير كده. ممكن يبقوا 8، ممكن يبقوا 4، ممكن يبقوا 5، ممكن يبقوا 2 بس، يعني حسب الأوض هتلاقيها مختلفة، الأعداد مختلفة، يعني أوضة حمامها جواها ولا الحمام برا مشترك مع الأوضة التانية. حاجة كتير. بس انت هتدور ازاي؟ أول حاجة قبل ما تروح دبي، يعني يا سلام بقى لو انت تعرف واحد عايش ولا ساكن في دبي وتقول له يا معلم شوف لي اوضه، الاوضه دي تبقى عنده في بيته يا تبقى في بيت حد تاني، يعني حد هو يعرفه. ده يعني بالمعارف كده ممكن تطلع حاجه من المعارف دي، هتبقى احسن لك. لو ما لقيتش بالمعارف هندور في دوبيزل، تقوم فاتح دوبيزل دوت كوم، سيرش اوض بيت سبيس، هي بيت سبيس اسمها. دور سيرش تشوف الاماكن، حدد المنطقه اللي انت عايز تقعد فيها، تبقى منطقه متوسطه جنب مترو، ده افضل حاجه. حدد السعر اللي انت عايز تدفعه، مينيمم 850، ده اللي هي اللي بيبقى فيها 12 بتبقى 850 او 650. وانت طالع زي ما انت عايز، شوف بادجتك عامله ازاي. يفضل ان انت تبقى مظبط المكان قبل ما تسافر، بس لو ما ظبطتش يبقى احجز يومين 3 في فندق، علشان القصه دي مش هتحصل في يوم، يعني انت هتدور يوم او يومين لحد ما تلاقي المكان ده. بتدفع ديبوزيت في الاول اللي هو تأمين 500 تقريبا، وبيرجعوا لك في الاخر وانت ماشي. واكلك وشربك بقى وحاجتك جوه الشقه دي امور انت بتظبطها، يعني دي حاجات بالانسانيه يعني. ساعد الناس عشان ربنا يساعدك، ساعد الناس عشان ربنا يكرمك. شير، لايك، سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، وربنا يوفقنا كلنا.